هذه والله آية تهز الجبال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ بالله عليك إنسان يسمع هذه الآية ثم لا يتوب إلى الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ تظنك في هذه الدنيا تعيش هكذا بلا غاية بلا هدف، لا تؤمر ولا تنهى، لا تحاسب لا تجازى؟ لا، الله ما خلق الدنيا لعبا ولهوا عبثا هكذا، خلقها بالحق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأشرف غاية لعبادة الله وحده جل وعلا. والله غني عن عبادتنا وصلاتنا ودعائنا، لكن خلقنا رحمة حتى يكون بيننا وبينه صلة ومحبة. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ العبودية كرامة عظيمة، عندما يكون بينك وبين رب العالمين، بينك وبين ملك الملوك صلة ومعرفة وقرب ومحبة، هذه حقيقة العبودية. إذن خلقنا إحسانا لنا ولا يريد منا شيئا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن علينا أن ننشغل بالغاية التي خلقنا لأجلها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟